السلام عليكم ورحمة الله. بلح الشام. النهاردة هنعمل بلح الشام، هيعجبكم جدا. ميني صغير. عندي كوبايتين دقيق وكوبايتين مية ومعلقة كبيرة زيت ومعلقة كبيرة سكر واربع بيضات. تمام. هبدأ احط المية على النار في حلة علشان تغلي، وازود عليها الزيت والسكر واسيبهم. اول ما تبدأ تغلي على طول ازود الدقيق، علشان انا مش عايزة المية يتبخر منها جزء فيبقى المقدار مش مظبوط. اول ما تغلي هوطي خالص وافضل اقلب لحد ما تتطبخ وقوامها يتغير زي ما انتم شايفين وتعلم في الحله من تحت. هسيبها لما تبرد خالص، وبعدين ابدا اضيف البيض والفانيليا مع بعض بيضه بيضه، واقلب عشان لو ما احتاجتش المقدار كله، لو البيض كبير مثلا. تمام، لكن هي خدته كله. اهي خلصت. بصوا قوامها تقيل، مش زي الاكلير، مش عامل منقار لكن بتلزق طبعا. هبدا اعبيها في الكيس الحلواني، واحط طبعا القمع المشرشر. اروح على الزيت، احط زيت كده في المقص عشان وانا بقطع ما يلزقش، وعلى نار واطيه جدا، وهسيبه كده لحد ما يبدا يطفو على الوش زي ما انتم شايفين، ويبدا يلون. اول ما يبدا ياخد لون فاتح هفضل اقلب فيه لحد ما يطلع عشان اللون يبقى موحد. عندي الشربات هحطه على طول فيه، بديله تقليبه واحده بس ثواني ويطلع، عشان ما يبقاش شارب شربات قوي، يبقى مسكر زياده عن اللازم. اهو زي ما انتم شايفين. ولو حسيت ان الزيت سخن لما اجي اعمل تاني طاسه، ممكن اطفي النار خالص لحد ما انزل بلح الشام واسيبه ثواني، احس ان الزيت بدات حرارته تنزل، اقدر اولع عليه تاني على نار هاديه، عشان ما يتحمرش بسرعه من بره ومن جوه يبقى عجين كده. هو من جوه مقرمش وفاضي، ومن بره كمان ومستوي كويس جدا. لما يقعد شويه مش هيطرى، لان لو قلبه عجين هيطرى. بصوا قلبته في ساعتها وطلعته في ساعتها، مش هيبقى تقيل ومسكر جامد. ووريتها لكم من جوه اهي كانت عامله ازاي. الف